اليوتيوب يعتبر من أكبر المنصات لتنوع المحتوى فيه، وكذلك هو سلاح ذو حدين، إما تكون في الجانب الذي فيها المحتوى الهادف والراقي، وإما تكون في الجانب الذي فيها المحتوى الهابط، وكل شخص يضع نفسه حيث يشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المتابعين. في اليمن بقدر ما في قنوات يمنية بتقدم محتوى غير هادف والبعض منها محتوى هابط، في قنوات يوتيوب نفتخر بأنها يمنية وتقدم محتوى راقي ومحتوى هادف. وللأسف في اليمن بعض القنوات الهادفة واللي بتقدم محتوى قوي ما بتلاقيش الرواج الكبير في عدد المشاهدات مقارنة بالقنوات اللي بتقدم محتوى هابط ومحتوى غير هادف. في فيديو اليوم شاقدم لكم أبرز قنوات يمنية على منصة اليوتيوب واللي بتقدم محتوى راقي وهادف. قناة شاهد لتعرف للصديقين عبد اللطيف الوشلي ومحمد السويدي تمتلك شاهد لتعرف أكثر من 2 مليون مشترك على منصة اليوتيوب، ونطاق جمهورها على المستوى العربي وليس فقط محصور في اليمن. قناة شاهد لتعرف وثائقي في عالم المعرفة والعلم والترفيه والرياضة، أنصحكم بمتابعتها. خاطرك مجبور، وفعلا خاطرك مجبور. خلاص يئست من الدنيا ذي، يئست. خلاص أبي بقله شردنا بجواري 250. طيب مية ولا ريال جاي أغاب ولا والله ولا ريال مية، والله ولا ريال مية. ما دام بدي قدامي وانا اتفرج عليهم ايش حتى 5000 ابلع عبي ابرد. قناة الأخ عبد اللطيف الزليعي اللي بيقدم فيها الخير بطريقة ما قد شاهدناها في فيديوهات أو في قنوات سابقة، بيقدم فيها الخير بدون أن يشهر بالمحتاج أو من هم أشد الحاجة. يمتلك عبد اللطيف الزليعي 568 ألف مشترك على اليوتيوب و1,100,000 متابع على منصة الفيسبوك. هذا هو الخير الصحيح الذي بتقدمه قناة خاطرك مجبور بدون الجرح في الناس. فعلا قناة تستحق المتابعة وتستحق منا كل الدعم، نتمنى لك كل التوفيق أخي عبد اللطيف. مازن وما أدراك ما مازن. مازن السقاف من القنوات التي أنا شخصيا أحبها وبدأت أتابع من بدايتها على اليوتيوب وإلى حتى الآن وأنا متابع له. يمتلك مازن 306 ألف مشترك على منصة اليوتيوب، والذي يعجبني في قناة مازن إنه بيقدم محتوى متنوع وبيقدم سلسلات متنوعة، وآخرها كانت سلسلة اللي هو برنامج البسكوت. برنامج البسكوت خفيف لطيف زي البسكوت. فكرة جميلة جدا ومحتوى مبتكر جديد على اليوتيوب اليمني. أتمنى للأخ مازن كل التوفيق والنجاح، وبإذن الله نشوفه لما يوصل أول 1,000,000 مشترك على اليوتيوب. قناة زوايا مظلمة للأخ أيمن القاسمي. زوايا مظلمة من القنوات التي ظهرت حديثا، ولكنه بسبب المحتوى الراقي والهادف اللي بيقدمه اشتهرت بسرعة كبيرة. وأيضا المحتوى هو جديد على اليوتيوب اليمني، وأيضا الكاريزما في التقديم والحضور حاجة جميلة جدا. وتمتلك زوايا مظلمة 150 ألف مشترك على منصة اليوتيوب، وتعتبر زوايا مظلمة قناة استقصائية وتحقيق. الممثل والمقدم معاذ البزاز المعروف بقناته سميدع. بلخص الامور انا اتصلت علي، خلونا نطلع بالحلقه انا داير النية. يلا. تعتبر قناة سميدع من القنوات التي بتقدم محتويات هادفة وتتناول قضايا مجتمعية، وبقدر ان القناة عادها جديدة ولكنها الآن تمتلك 3000 مشترك على منصة اليوتيوب، أنصحكم بمتابعتها. قناة تعتبر من أولى القنوات في اليمن في صناعة الفلوقات، وهي تعتبر مرشدك السياحي في اليمن. Welcome to سقدرة. قناة الأخ عياش شبيل. يمتلك الأخ عياش شبيل 258 ألف مشترك على منصة اليوتيوب. انفرد عياش شبيل بتقديم محتوى خاص بإظهار الصورة الجميلة لليمن، ومن أبرز السلاسل التي قدمها عياش شبيل في قناته التي هي سلسلة سقطرى، وأظهر لنا الجمال والمناظر الطبيعية لسقطرى، وكيف أن سقطرى بتتميز عن باقي الجزر في العالم. وفي نهاية الحلقة نتمنى أن ترتقي صناعة المحتوى في اليمن، وأن ينقرض المحتوى الهابط والغير هادف، وحرام ما نسكت. وفي نهاية الحلقة أتمنى أن الفيديو نال إعجابكم. لا تنسى ما تضغط اشتراك وتفعل زر الجرس وتسوي لك الفيديو. تدخل تابعني على حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي شطرحها لك في الوصف، وألتقيكم في فيديو قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.